عليكم خوتي خواتاتي المغاربة، مرحبا بكم في فيديو جديد وخبر اليوم كيتعلق بموسم الحج لسنة 1444 هجرية والموافق لسنة 2022-2023 ميلادية، بحيث أعلن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السيد أحمد توفيق بأن حصة المغرب لهذه السنة غادي ترجع من جديد ل 34 ألف حاج وحاجة بسبب رفع القيود المتعلقة بجائحة كورونا، خصوصا شرط السن اللي كانت محدداه السلطات السعودية في 65 سنة. وأكد نفس الوزير على أن لوائح الحج لهذه السنة غادي تكون من المواطنات والمواطنين اللي جات فيهم قرعة سنة 2019 بالإضافة إلى لوائح الانتظار. وغادي يعرف موسم الحج لهذه السنة إلغاء شرط المحرم بالنسبة للنساء اللي كتقل أعمارهم على 45 سنة، وما غاديش يتقبل تسجيل المواطنين اللي كتقل أعمارهم على 18 سنة. أما بالنسبة للرحلة الأولى للحج فغادي تنطلق في أوائل شهر يونيو 2023، ومدة إقامة الحجاج تم التحديد ديالها ما بين 28 و 30 يوم. أما فيما يخص فترة التسجيل فغادي تمتد من 20 إلى 30 مارس، وعلى الموقع الإلكتروني اللي غادي تخصصو الوزارة لهذا الغرض.